بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم ويوم جديد مع قناتكم قناة المهاجر وعمر البحيري. أبدأ معاكم النهاردة من امبارح وما انتهينا إليه. الحلقة بتاعنا اللي كانت النهاردة سلسلة الحلقات المجمعة اللي إن شاء الله هبدأ أتكلم فيها وأشرح معاكم فيها بالتفصيل إزاي نتغلب على مشاكلنا أو إن إحنا نحل مشاكلنا. كل واحد فينا أكيد عنده مشكلة، وأنا زي ما قلت إن الهدف والغرض من القناة بتاعتي مش بس سياحة، مش بس إن أنا أظهر لك مناطق سياحية ممكن تكون أمامك كانت معلومة بالنسبة لك أو غير معلومة، بس الأكيد والواضح إن أنا زي ما قلت عايز أبدأ معاكم سلسلة حلقات تكون منفصلة، على أساس إن في بيجيلي استفسارات كتيرة جدا متعلقة بالسفر. في ناس ممكن تكون اتنصبت عليها، في ناس مثلا بتحب عندها شغف السفر فعايزة تسافر. أكيد السفر زي ما احنا بنقول له طرق كتيرة جدا، ممكن تطلع عن طريق الدراسة، ممكن تطلع عن طريق العلاج، ممكن أكيد لو أنت متزوج من امرأة أجنبية، أو سياحة، أو تصريح السفر مش عقد عمل زي ما ناس في الآخر كانت بتقول لي أنا جالي عقد عمل بالأخص في بولندا الدولة اللي أنا بحمل جنسيتها أو مقيم فيها حاليا. إن الفترة الأخيرة بدأت تكون تظهر على السطح بعض المشكلات الكبيرة جدا، وحاولت تكرارا ومرارا إن أنا أنصح الناس وأقول لهم في بعض الناس بيفكروا ان انا مش عايز لهم الخير. يا عمي انت مش عايزنا نسافر، مش عايزنا نكون زيك. فقبل كل ده، قبل ما ابدا معاكم النهارده ان شاء الله والجزء الثاني من موضوعنا اللي بدأنا من امبارح، عايز اقول لكم ممكن جزء بسيط اعرفكم بنفسي. انا زي ما قلت اسمي عمر البحيري، شاب الحمد لله كان ليا طموحات كتيره جدا. من حوالي 18 سنه سافرت بره مصر، الحمد لله اكتسبت خبرات كتير جدا بفضل امي الله يرحمها ووالدي واهلي عامه، وعندي خبرات في الحياه الحمد لله بفضل ونعمه من المولى عز وجل. بحاول دايما ان انا اساعد الناس. اكتسبت خبرات ديت بان انا بحب السفر، بحب السياحه زي زيكم، واكيد في حاجات كتير جدا طرقت في حياتي، منها الكويس ومنها الوحش زي السلب والايجاب. فعايز اقول لكم حاجه دلوقتي عشان نكمل موضوعنا معاكم. دايما لو انت عايز تتغلب على مشاكلك او تحلها، اكيد في مشكله، مثلا مشكله السفر. انت عايز تسافر وحسيت ان انت اتنصب عليك. طب قبل ما احس ان انا هيتنصب عليا او قبل ان انا اسافر اعمل ايه بالظبط؟ زي مثلا في ناس قالت لي ان احنا دلوقتي دفعنا فلوس زي ما قلت لكم امبارح وقلت لحضراتكم، وعايزين نروح بعقد عمل لبولندا واتنصب علينا وخدنا ميعاد في السفاره الى اخره ودخلنا بس بالبطاقه. أقول لحضراتكم مرة تانية وللمرة المليون، مفيش حاجة اسمها عقود عمل، دي عبارة عن تصريح سفر بيتعمل. أغلب الناس دلوقتي بيقعوا فريسة للضحايا بتوع السماسرة بتوع السفارات، الناس اللي هي بتنفع بعضها سواء كانت اتحاد أوروبي، أي بلد في الاتحاد الأوروبي، لا أختص فقط بولندا، حتى في أمريكا أو إنجلترا أو الدول الإسكندنافية. بس أنا عايز أقول لك حاجة، أنت لو عندك حلم السفر وعندك شغف لازم الأول تعرف أنت عايز إيه من حياتك. واحد اتنين تلاتة أربعة. بنقول دلوقتي مثلا أنت إنسان طالب جامعي، نمي نفسك بلغة، كمبيوترز، رخصة قيادة عربية مهمة جدا في أوروبا بره. وكمان لازم يكون عندك مهنة. المهنة صدقوني أنا ما كنتش أتوقع كده إن المهنة دي كويسة جدا في أوروبا ومطلوبة، زي مهنة مثلا الحلاقة، مهنة السباكة، مهنة الدهان. أي حاجة موجودة، مش شرط زي الناس تقول لك الدهان ده موجود في فرنسا، لا، في كل بلد في كل دول أوروبا جنبا إلى جنب. لو أنت معاك شهادتك ومعاك مهنتك في وقت من الأوقات، حتى لو الظروف حصلت زي دلوقتي في الحرب بتاعت أوكرانيا أو الموضوع ده اللي أثر على أوروبا أكيد بالسلب قبل الإيجاب، هتقدر تعمل اي حاجه. رخصه عربيه ممكن تشتغل على اوبر، ممكن تشتغل توصل دليفري، اي حاجه من دول. فعشان اقول لحضرتك اي حاجه دلوقتي، انت مشيت مثلا في طريق دلوقتي الدراسه، في خطوات واحد اتنين تلاته، عامل السن المؤهل بتاعك، لازم تتراسل جامعات او معاهد في كل حته في العالم بما فيهم مثلا بولندا. فبتعرف الحاجات دي كلها، وممكن تسالني اقول لك لو انت طالب او انت عايز تكمل دراستك ايه هي الخطوات السليمه، وازاي تدخل مثلا السفاره وتقدم. ان شاء الله هقول لك على الحاجات دي برضو قريب ان شاء الله. نفس القصة، انت عايز تطلع مثلا دلوقتي، لو انت عارف حد ممكن يقدر يعمل لك تصريح عمل مش عقد عمل، واجراءاتها برضو هقول لكم ان شاء الله في خطوات جايه. ان الشخص مثلا ده لازم الاول، انا عايز مثلا محمد، عايز احمد، عايز انسان دلوقتي، لازم بقدم الاول لاهل البلد، فرنسا، ايطاليا، المانيا، كل بلد، كل بلد لها قوانينها داخل الاتحاد الاوروبي. بعد كده لو مش لاقي انسان مثلا معين كويس كفء، انا عايز اجيبك انت، ببدا اخاطب عن طريق مكتب العمل، عن طريق المحافظ، بعمل اجراءات، ببعت لك الورق ده اللي حضرتك في مصر او في تونس او في الجزائر بالبلد بتاعك، وانت بيكون في اجراءات تانية بتعملها، وبتاخد الورق ده وبتعمل ابلكيشن وبتعمل ميعاد للسفاره عشان تدخل تقابل جوه ان انت معاك زي ورق الدراسه،
زي الدعوة أو العلاج أو ما شابه. فده عشان كده الخطير لازم نمشي صح. مش اجي بعد كده ان انا اعرف ان في انسان مثلا عارف ان هو نصاب ويقول لي عايز 100,000 مقدم و150,000، كله بينفع بعضه بالبلدي، حتى في السفاره، حتى القنصل، حتى او السفير، بس في الاخر ما تقدرش تمسك عليهم خيط او دليل. فليه نقع فريسه في الكلام ده؟ عارف ان الشباب والناس الظروف صعبه وغصب عنك وعني. انا الحمد لله ممكن اقول لك الحمد لله كويس، بس مش عايز ان الناس الغربه على قد ما هتديك هتاخد منك كتير، هتاخد منك اكتر من انها هتديك. صدقوني والله اقسم بالله الكلام ده ممكن اسمعه من حد تاني. الخبره شفتها في حياتي. الغربه صعبه، درجه حراره مثلا ممكن سالب 20 في التلج، حتى لو معاك جنبك ناس متفكر ان هم اخوك مش هينفعك، اخوك بيحبك ومش عايزك احسن منه، صاحبك. كان ليا اصحاب كتير جدا وقفت معاهم وخدمتهم. ممكن يكون لك انسان واحد بيدلك على الطريق، ممكن يكون الحمد لله انا ربنا يعني مسخرني ان ادلك على الحاجه دي وهقدر قلت لك اساعدك. القناه هدفها ايه؟ قناه المهاجر ليك وبيك، خدمتك ومساعدتك. مش شرط بفرجك وبوريك على منظر سياحي، انا عايزك تستفيد، عايزك ما تقعش في اللي انا وقعت فيه. أنا الحمد لله معايا مؤهل عالي وكل حاجه، بس بندم ان في حاجات كتير جدا زمان برضو في مصر ما عملتهاش، زي مثلا رخصه العربيه، رخصه القياده، او مهنه تانية ممكن تكون كانت ساعدتني دلوقتي في الدروب بيحصل في حياتنا، في كل شخص فينا في حياتنا. اوعى تفكر ان في اي انسان هيقول لك معلومه معينه هو بيضرك او بيكرهك، لا. فصدقوني ان شاء الله زي ما قلت لكم في عندنا مشكله لازم نواجه نفسنا، المشكله هي ايه بالظبط، ونبدا ندور على طرق لعلاجها. حتى لو كانت صعبه مش هنقدر نعمل اي حاجه تانية، نبدا نشوف. لو عايزين نسافر دوله في الخليج حوالينا، شوف امشي في طريق كويس، اوعى يتنصب عليك، ادخل على النت شيك على الشركه دي، شوف ايه الهيستوري التاريخ بتاعها. لو شركه حتى مثلا في اوروبا، دلوقتي العالم مفتوح من حوالينا، لو انت حتى مش قادر وحسيت في حاجه، واحد زي عمر زي اي انسان اساله. فلازم تبدا تتحرك خطوات ايجابيه عشان ما تقعش في المحظور، لان بعد كده هتندم، وبعد كده هتقول ارجوك ساعدني تاني انا كان غصبا عني. ممكن تخش تشوف الانسان ده عليه بلوك، شخص كويس سوي غير سوي، شركه صحيحه ولا لا، عليها سجل تجاري ضريبي. لو اي انسان زاد مره تانيه له حاجه هنا في نطاق بولندا بالاخص او في اوروبا الحمد لله، قول لي معاك اقامه عايز تغيرها ايه الاجراءات. انا مثلا براسل حد في حد معين، عايز اجي، عايز ازور صديق ليا، عايز ابدا خطوات ازاي مثلا اسافر، اعمل عندي مؤهل عايز اكمله، عايز ابدا دراسه من الاول ومن جديد. ان شاء الله كل ده هقول لكم عليه خطوه خطوه. عايز ابدا برضو حياه بره مثلا، شغل، ممكن تيجي هنا وتتبهدل ترمي في الشارع في التلج. فاتمنى ان شاء الله ان كل انسان يشوف فيديو ده، مش هقول مره تانية شير ولايك واعجاب، لا، انا مش ببص لان انت يكون عندي مليون مشترك او 1000 زي الناس اللي بوصلها احنا عايزين فلوس. اقسم بالله انا عايز اساعد الناس، عايز اوصل جزء ولو بسيط من خبرتي. في ناس تانية اكيد زي ما ساعدتني وساعدت ناس ان شاء الله، وهبدا اساعد، يا ريت تساعدوني بيكم وليكم. اتمنى مره تانية ان شاء الله. اوعى تقع فريسه، اوعى تيجي في اخر لحظه وتقول لي انا مشيت مع ناس نصاب او مندوب، اسال عليهم. لو حد حتى في مصر، في تونس، في الجزائر، في اي دوله عربيه قال لك في عقد عمل في بولندا، في اوروبا، في رومانيا، في اي دوله، اوعى تصدقه. اسلك الطرق الشرعيه، ادخل على السفاره بتاع البلد اللي انت بيقول لك عليها دي في اوروبا وشوف، شيك على الشركه دي، شوف معلومات، عرفت واحد زيي او زي انسان تاني حاول تساله. أرجوكم أرجوكم، وإن شاء الله أنا معاكم برضو. اكتبوا لي تعليقات، سيبوا لي في الوصف أي حاجة تتعلق، أي حاجة أنتوا عايزينها أو أنا أكون قصرت فيها، إن شاء الله معاكم. ومعادنا مرة تانية إن شاء الله برضو في موضوع تاني، وهبدأ معاكم بالراحة كده إن شاء الله، نكمل سلسلة حلقاتنا ومجموعتنا، وبرضو إن شاء الله هنتكلم عن الدراسة والخطوات بتاعها. كان معاكم عمر البحيري من قناة المهاجر. أشوفكم على خير ويوم سعيد ليكم جميعا، وأتمنى يا رب إن شاء الله إن كل إنسان ينال اللي هو عايزه في الدنيا، بس اوعى تقع فريسة عشان في الآخر هتلاقي نفسك في حفرة كبيرة جدا ومشكلة أعوص وأكبر من المشكلة اللي قبليها، وهنقول إزاي أقدر أواجه المشكلة أو إزاي نتغلب على مشاكلنا. مع ألف ألف سلامة.